بسم الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين، خوتي المتتبعين، كنتم بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا مزيانين في احسن الظروف يا ربي، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. واليوم مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم الفيديو ديالي ان شاء الله يا ربي نهار اليوم اللي هو السحتار البلدي، السحتار او الزعتر، حنا كنقولوا السحتر باللهجه الجبليه. هذا السحتر هذا جنينه في بدايه الصيف، ملي كيكون عاد وجد كيكون باقي خضر شويه، كنجيبوه كنربطوه هكا بالربيطات وكنطلعوه الغرفه التقليديه، لان غرفه نقيه وما فيها لا شمس لا غبره لا والو. كنعلقوه في الحيط حتى كيلبس مزيان كما كتشوفوا، وباقي فيه ديك اللون الاخضر، لان ما كيكشف ما والو، لا يبس في الشمس كيكشف كيولي بيض، ما كيبقى فيه لا منفعه لا ريحه لا والو. دابا كيبقى طبيعي تبارك الله، الريحه ديالو دابا راه عاطيه في الدار. ودابا ان شاء الله دابا كرم مزيان، ودابا غادي نسنسرو، لان نسنسرو هي زعما نسرم هكا، حنا كنقولوا غنسربو اولا غنسنسرو. دابا غنسنسرو باش نحيدوا له العواد ديالو، وغنعملو في القراعيد الزاج باش يبقى محافظ على المنافع ديالو. وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو، يلا بقاو معايا تنهي الفيديو. باقي خضر تبارك الله، اللي تشوفوا يجيبك الله باقي يلاه خضر، ولكن هو راه كامل. ها خصك تيبسو في الدار، ويكون ما يكونش الغبره وما يكونش الضرب فيه الشمس، باش كيبقى طبيعي محافظ على المنافع ديالو. والمنافع ديالو راه هي كثيره. هنا عندي هذه الميدونه هذه، هنا غادي نسنسرو هنا. بسم الله. نجيب المقص. هنا كنهزو عريش بعريش وكنسنسروها. كيبقاو عاد العويدات هادومايا حيدوهم. حتى هاد العود راهم الا بغيتي تحتفظ به، مثلا تكون كطيب شي طويجان ولا هكا، كتفرشهم من في القاعده الطاجين وتحط عليهم مثلا طويجان د الحوت، ولا بغيتي تعملها خضيره ولا هكا، كتحتفظ بهم حتى هما مزيانين، كيطلقوا النسمه وكيطلقوا الريحه. ولا كارم ولكن باقي خضار. شي من الداخل كيكون مجدد، كيبقى خضار. هانتي كنشبرو هكا من الراس ديالو وكنسنسلو. هاد السحسر هذا خوتي المشاهدين بلدي، هذا كينوض باش تعرفوا، بغيتو تشريو مثلا السحتر باش تعرفوه بلدي،
هاد كينوض غير في المناطق الجبليه بزاف، وكينوض في البلاصه اللي كيكون فيها الدوم، كينوض في وسط الدوم. هو اللي كيكون بلدي وطبيعي بلدي 100%، ماشي بحال هذاك الرومي اللي كيكون زارعينه في المغطيات وفي هذاك راه ما كيكون فيه لا ريحه لا والو. وهذا تبارك الله دابا عرفتي، دابا انا كنسنسرو الدار تبارك الله عباقه بالريحه ديالو. دابا هذا كيتلقى في بداية الصيف، في بداية الصيف مع ديك شهر 5 كيوجد هو في شهر 5. وكنلقطوه شو مثلا الجنان ديالنا ولا في خلاف البلايص اللي فيهم الدم، كنلقطوه نجمعوه ونعملوه بقريطات كيف ما قلت لكم، ويخصو يكرم في البلاصه اللي فيها الظل وما يشوفش الشمس وما يشوفش الغبره، لان راه ما غنغسلوش. هذه ماشي بنادم عايد غسلو، الا غسلتيه مثلا المطايب ولا هذه راه ما بقاش فيه المنفعه ديالو. مثلا بغى الانسان يشلوه شويه هكا بما بارد باش تبقى المنافع ديالو. المهم اخوتي المشاهدين، كما شفتوا راني كملت السحتر ديالي كيف قلت لكم كنسنسروه اولا كنحتوه بحال ودابا غادي نقي الا كاين فيه شي باقي شي عبيدات هكا خاطيان اولا خشاش نحيدو منه نقيوه مزيان. دابا راه منقي مزيان هانتوما كيف كتشوفوا، وتبارك الله باقي محافظ على الخضوريه ديالو وعلى الريحه ديالو. هاد السحتر هذا كيتحتاج في البيتزات، في الطويجنات، الحوت، في الحوت مقلي. كاين اللي يعملوا حتى في القهوه، كاين اللي كيعملوا في الانسان الا كان خصو مزيان النهاض مزيان الوجاع. المهم السحتر بلدي مزيان لكل شيء، كيتحتاج كل شيء. وكنذوقوا عاوتاني العائله الحباب نذوقوهم شويه منه. ودابا ان شاء الله يا ربي غادي نعملوا في هاد القرعه هذه دجاج. هاد القرعه تبارك الله قديمه، هذه الدجاج ديالها غليظ. كيبقى محافظ على المنافع ديالو. المهم اخوتي هنا كيتسالى الفيديو ديالي، ما عليا الا نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم زوينين وعلى اللايكات ديالكم. واللي باقي ما عملش متابعه يعمل متابعه باش يوصل له كل جديد ان شاء الله يا ربي.
تهلاو في راسكم، كنشكركم بزاف بزاف. يلا السلام عليكم.